السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء الشتاء الجميلة، وتعالوا يلا هنعمل النهاردة كرنب معاها ملوخية ومعاها لحمة. يلا بينا ندخل المطبخ وهنشوف هنعمل ايه. معانا هنا كرنبة، بحضر المية السخنة وبضيف معاها ملح وكمون علشان الريحة. وتقطيع الكرنب يا جماعة هي اول ورقتين 3، وبعد كده بنزل بالكرنبة وببتدي ان انا اورقها واحدة واحدة بالسكينة وبدخل جواها المية السخنة. دي افضل طريقة لسلق الكرنبة. معايا هنا 3 حبات بصل، 3 فصوص توم، وبضربهم كويس في الخلاط. بحضر هنا معايا الحلة وبنزل بالزيت، بضيف البصل، بقلب معايا لحد ما تبقى البصلة لون ذهبي. الطماطم لو مش حمرا بنضيف هنا معلقة صلصة، بس انا الطماطم عندي كانت كويسة لونها كويس، ما احتاجتش لصلصة. زي ما حضراتكم شايفين كده البصلة خدت لون مش اكتر. بضيف هنا الطماطم، التوابل بتاعتنا ان شاء الله هيبقى معايا بابريكا، معايا فلفل اسود وكمون وملح و7 بهارات. كده الصلصة بقت جاهزة علشان نضيف الرز. طالما بانت الزيت كده من فوق يبقى كده احنا ماشيين تمام. هنضيف بقى دلوقتي قبل الرز هنضيف 2 فلفل حار، ومعاه شوية نعناع. لو نعناع اخضر مفيش مشكلة، نعناع ناشف مفيش مشكلة، اللي موجود عندك. هنا حضرت الخضرة وهي كالآتي: معايا بقدونس، شبت، كزبرة. بنزل بنص الخضرة وبعد كده بضيف الباقي. هي بتفرق في الطعم وفي الريحة. وبضيف هنا باقي الخضرة وبقلب كويس. وفي حلة تانية بحضر معايا بصل وطماطم وفلفل رومي، وهنا الخلطة وببتدي ألف. وفي حلة تانية بضيف مكوناتي بتاعة الشوربة: طماطم وفلفل وبصل والتوابل بتاعتنا الجميلة. وهنا بنعمل شوربة اللحمة، وبجهز هنا شوربة المحشي: معلقة ملح وفلفل اسود ومكعب ماجي. وبضيف هنا الشوربة على الكرنب. وهنا يا جماعة لازم ناخد بالنا الشوربة معايا هنا لحد ما تبان من تحت الكرنب صوابع المحشي زي كده. كده تمام، المحشي معانا بقى جاهز. ألف هنا وشفا. يا رب تنول إعجابكم. صحتين وعافية. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لكي يصلكم كل جديد، وقولولي بصراحة رأيكم في الكومنتات.